الموقف البطولي الداعم لأهل غزة. موقف اليمن هو موقف مشرف طبعا لكل الأمة العربية. عملوا الاشي اللي ولا حدا قدر يعمله، مع انها مش دولة جنبنا ولا حوالينا، احنا مش على حدودها، هي كتير بعيدة، بس عملت اشياء عن جد يعني ولا حدا توقع. عن جد هم شعب فعلا من اشجع الشعوب. نحن كفلسطينيين نعجز عن شكر اخوتنا واهلنا في اليمن. نوجه له ألف تحية وإكبار. رفعوا راسنا، وقفوا جنبنا، احنا الشعب الفلسطيني. رغم الصمت العالمي اللي بحل حاليا في العالم، الا ان ما سكت وما قبل الظلم اللي عم بصير مع اخواننا في غزة. هم كانوا شعلة الامل اللي طلعت، واحنا يعني برد قلبنا عليها، فيعني ان شاء الله يا رب ربنا يكون معنا ومعهم ونكون اقوى ونحرر فلسطين. الوضع في فلسطين مزري جدا. اخوتنا في غزة هم لا يتعرضون لإبادة جماعية فقط، هم يتعرضون لمحي عن الوجود. غزة محتاجة أي إشي لو أقل القليل. أنا ما بدي أحكي على تأثيره على إسرائيل أو كذا، أنا بدي أحكي المفروض إنه يأثر على بني أمتنا، يعني إحنا المسلمين والعرب. شعوبنا العربية يعني بدنا إياها تتوحد وتشوف هالشعب الغلبان، أهلنا بغزة قاعدين بموتوا. هذا الشيء يحتاج منكم إلى وقفة تليق بكم كعروبة. لا نريد أن نكون كمسلمين، كعروبة. أين القومية العربية؟ نريد منكم نخوة أبا جاهلية، لا نريد منكم نخوة الإسلام وصلاح الدين. العدو والاحتلال ما بيفرق بين